السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بون بالنسبه لمعايير او كيفيه حساب معدل اللي تحصلوا عليه في مسابقة الأساتذة بالنسبة للأطوار ثلاثة: تعليم ابتدائي متوسط وثانوي. عندنا هذو المعايير. إذن أول حاجة مطابقة شهادة لمتطلبات الرتبة، عليها 6 نقاط. قلنا المعدل العام للمسار الدراسي 7 نقاط. التكوين المكمل للشهادة نقطتان، أشغال أو دراسات المنجزة نقطة واحدة. الخبرة المهنية المكتسبة 6 نقاط. ولدينا أقدمية الشهادة أكيد 5 نقاط. المقابلة الشفوية 3 نقاط. هنايا المجموع كامل على 30 نقطة. نروح لشرح هذا المعايير. قلنا هنايا المعيار الأول تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة، عليها 6 نقاط. قال لك تمنح لكل المترشحين النقطة الكاملة. يعني انتيا راح تجوزي ولا انت راح تجوز أستاذ مادة اللغة العربية في التعليم المتوسط أو الثانوي، لازمك تكون الشهادة تاعك في الأدب العربي، اللغة والأدب العربي. هنايا تكون الشهادة متطابقة مع المسابقة اللي راح تجوزها. دونك عندك 6 نقاط، تكون تحصلت على 6 نقاط. 2 مسار الدراسة أو التكوين. قال لك معدل مجموع سنوات الدراسة من 0 نقطة إلى 7 نقاط. كيف يتم حساب ذلك؟ نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 10.50 على 20 و 10.99 على 20. دونك كي يكون عندك لا موين بين 10.50 10.99، هنا تكون تحصلت على نقطة واحدة. كي يكون عندك المعدل بين 11.99 نقطتين، هكذا حتى توصل ل6 نقاط. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي تكون بها ديت أو تحصلت على 7 نقاط، كيف ذلك؟ بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 على 20. تكون تحصلت المعدل العام تاعك 16 أو 16 فما فوق يفوق ذلك، تكون تحصلت على 7 نقاط. 3 المعيار الثالث هو يستفيد خريجي المدارس الكبرى، شكون هما المدارس العليا، من نقطتين إضافيتين، يتحصلوا على 2 نقاط إضافية. يستفيد الأوائل في دفعاتهم ماجور دو برومو من نقطة إضافية واحدة. التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عندك من 0 إلى نقطتين. الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه من 0 إلى 2 نقاط. وعندك الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح. بالنسبة هنايا المسابقة تاعنا لازم تكون الخبرة تاعك في التعليم، أكيد تكون قريت استخلاف أو تعاقد أو أستاذ وحبيت تغير الطور اللي راك حاب فيه. إذا تاريخ الحصول، هنا عندك هنا الخبرة من 0 إلى 6 نقاط أكيد. أيضا على ما أظن نقطة على كل سنة. تاريخ الحصول على الشهادة من 0 إلى 5 نقاط، الله أعلم نصف النقطة على كل سنة. عندك 10 سنين سنوات عمل تحصل على 5 نقاط. قال لك يتم تحديد أقدمية الشهادة. هنا يتم تحديد أقدمية شهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها 0.50 نقطة عن كل سنة، فوالا في حدود 5 نقاط. إذا عندك 10 سنين من اللي تحصلت على الشهادة تاعك راح تكون عندك 5 نقاط. والمقابلة مع لجنة الانتقاء، أكيد المقابلة الشفوية. هنايا المسابقة هنايا أكيد المسابقة راح تم شفويا وليست كتابيا. دونك المقابلة التي تجرى مع اللجنة من 0 إلى 3 نقاط. كيف يتم ذلك؟ 1 القدرة على التحليل والتلخيص، عندك نقطة. القدرة على التواصل نقطة. القدرات أو المؤهلات الخاصة عندك نقطة. دونك شوف، لازم الوقفة الجيدة، الهندام أيضا، الهندام اللي يكون ملائم بالعمل، انك كونك راح تفوت على في التعليم او استاذ، لازم يكون الهندام هو اول حاجة مناسب. عندك نقطة. عندك حتى ولو يعني طرح عليك السؤال كنت الاجابة تاعك نوعا ما صحيحة، المهم ما تسكتش، المهم تكون يعني
ماشي خارج عن السؤال كامل، راح تتحصل على النقطة. قلنا المهم تجاوب، ما تسكتش، مفهوم؟ هذه هي. وان شاء الله كيما نقولوا تكونوا كامل من الناجحين، وان شاء الله هذا باب رزق. اكيد مهنة التعليم ليست بمهنة يعني مهنة بسيطة، هي مهنة يعني شوفوا متعبة. كوني أستاذة أتحدث متعبة، لكن أجرها عند الله يحتسب كبير جدا. لازم الأمانة في العمل، لازم تخدم من قلبك. هذو ولاد الناس راهم أمانة عندنا، دونك لازم نأدوا الأمانة هذه على أكمل وجه. إن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله ربي يوفقهم انتم تاني، وتتحصلوا كامل على واش راكم حابين. ان شاء الله كما نقولوا الشخص المناسب في المكان المناسب. وبالتوفيق للجميع. ما تنسونيش بجام فقط كومنتير، ابونيو في القناة تاعي باش تكبر العائلة تاعنا. وبالتوفيق للجميع، مع سلامة.